يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل، وأهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. طبعا لو أول مرة تشوفيني أتمنى تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس. النهاردة أنا مزاجي عالي بطريقة فوق الوصف. الأكلة دي بجد يعني اللي هياكلها هيضرب نار. اه والله العظيم، يعني لو عملتيها لأي حد عندك مثلا في عزومة، بعد ما ياكلها هيقوم يضرب لك نار أو يزغرط، حاجة من الاتنين، من طعمتها وحلاوتها. وسهلة جدا وطعمها خرافي يا جماعة، خرافي بجد. هي بيقولوا عليها ايه يا ربي، الفخارة التركي تقريبا. بس طعمها حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى وبلاش نرغي كتير، نخش على المفيد على طول ونشوف الحلويات دي هنعملها ازاي. يلا بينا، يلا. اول حاجه هنجيب صينيه او حله المتاح عندك استعمليه، هننزل فيها بالماده الدهنيه. انا اول حاجه حطيت شويه زيت صغيرين خالص، وحطيت عليهم معلقه من الزبده او السمنه او السمنه البلدي، المتاح عندك يا ست الكل استعمليه. اول حاجه بقى ولازم تعرفوها لو انتي لسه بنوته داخله المطبخ، لازم تكون الماده الدهنيه بتاعتك سخنه جدا، علشان اللحمه بتاعتنا تنزل على الماده الدهنيه، يتسد مسامها على طول وما ينزلش ميه، وبالتالي لما تيجي تاكليها تاكلي حته لحمه طريه وتحفه. بعد كده ما تحركيش اللحمه خالص يا ست الكل الا لما تاخد لون من تحت، وبالتالي لما تيجي تقلبيها تلاقيها اتقلبت معاكي بسهوله جدا وما تتقطعش منك. شويه بقى فلفل اسمر وحبة سكر صغيرين يدولي تسكيرة حلوة للأكل بتاعي، وفي نفس الوقت يسرعلي من تسوية اللحمة. حبهان. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ ورشة من جوز الطيب. عايزة تستبعديها استبعديها، مفيش اي مشكلة. ورق لورا. بصوا بقى، جيت دلوقتي ان انا اقلبها بتتقلب معايا بكل سهولة، مهياش لازقة ولا اي حاجة، واللون تحفة. حلو كده، حلو كده. هقلبها بقى وبرده محركهاش الناحية التانية الا ما تاخد برده لون حلو من تحت. طبعا انا مستعمله، يعني كل واحده عارفه احتياجاتها من مقدار اللحمه قد ايه. انتي براحتك بقى، عايزه تعملي كيلو، عايزه تعملي نص كيلو، عايزه تعملي حتتين تلاتة، براحتك خالص. هتنزلي عليها بكميه بصل معتبره. يعني عندي هنا بصلتين كبار مقطعاهم، مش رفيع، مقطعاهم تخين. وكمان عندي 3 طماطمات، 3 حبات بالظبط يا جماعه، قطعتهم صغير زي ما انتم شايفين وحطيتها مع اللحمه. هتنزلي عليهم بمعلقتين كبار من الصلصه البيوريه اللي هي الجاهزه، وتقلبي الحلويات دي كلها مع بعضها تقليبه حلوه كده من فوق ومن تحت كده، كله بقى يتشرب من بعضه. لو انت لاحظتي مفيش نقطه ميه نزلت من اللحمه بتاعتنا. تمام تمام. انا سبتها مع نفسها وغطيتها على الهادي كده، نوطيت عليها شمعة، فالبصل بتاعنا نزل ميه. تمام كده، تمام. وانتي بقى تكوني حاطه على العين التانية براد ميه عشان يغلي، وكل شويه تزودي شويه ميه، يعني بق ميه كده صغير خالص لغايه لما تستوي معاكي خالص، او مش تستوي قوي. هقولك دلوقتي. بعد كده هنعمل بقى العجينه الحلوه الجميله اللي هنكمر بيها الطاجن بتاعنا ده علشان يطلع لك احلى طاجن في الدنيا. عندي نص كيلو من الدقيق المنخول، عندي معلقه صغيره من الملح، واربع معالق صغيرين من السكر. هتنزلي عليهم بباكو من الخميره الفوريه. هتقلبي كل المواد الجافه دي كلها مع بعضها زي ما انت شايفه، وتكوني محضره ميه دافيه. هو كده بس، يعني مش هنزود اي حاجه تانية على العجينه بتاعتنا. هنزود بقى الميه بتاعتنا. بصوا بقى، انا مش هقولك كوبايه ولا نص كوبايه ولا كوبايه الا ربع، لان كل دقيق في الدنيا بيختلف. يعني في دقيق بيشرب ميه، في دقيق ما بيشربش ميه، في دقيق بيبقى في المعقول. فانا هقولك ايه، تحطي بق وبق كده من الميه، وتبتدي ان انت تعجنيهم لغايه ما توصلي للقوام اللي انا هقوله لك دلوقتي. بصوا، هتعجني بقى وتلتي وتعجني كويس. تمام تمام. بصوا اهي، خلاص وصلنا للمرحله اللي انا عايزاها. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ معلقتين من الزيت، معلقتين بس كبار من الزيت، وبعد كده تفضلي تعجني فيها شويه كمان، وبعد كده تسيبيها تتخمر على جنب كده بقى. يعني تسيبيها ايه لغايه ما تتخمر مع نفسها كده، لغايه ما تخلصي اللحمه بتاعتنا والخضار الجميل وكل حاجه. تمام كده كده، تمام. هسيبها دلوقتي تتخمر، طبعا تكوني مغطياها. هنا خلاص اللحمه بتاعتنا ابتدت ان هي تخش على سوا، يعني ما استوتش، يعني ايه ما استوتش قوي، لا لسه لها سيكه كده. هتحطي بقى جزر وفلفل اخضر وفلفل حامي. لو عايزه، مش عايزه بلاش خالص يا جماعه، علشان ما تقولوش انا قلت لكم اعملوا كذا وفي الاخر تقعدوا تدعوا عليا. عايزه فلفل حامي حطي، مش عايزه بلاش خالص. عندي هنا كمان مكعبات من البطاطس، تكوني مقطعاها مش صغير، يعني تكون مقطعه زي ما انتم شايفين كده. هنحط عليها طبعا تملحي الاكله بتاعتك زي ما انت عايزه. هنقلبها تقليبه حلوه، وتزودي لها شويه ميه صغيرين مش كتير برضو، وتسيبيها لغايه لما تبتدي البطاطس تخش برضو على سوا، مش مستويه. يعني تيجي تكسريها كده بالمعلقه ما بتتكسرش بسرعه. تمام، يعني يبقى لسه فيها ايه،
تكه صغيره. الطواجن بتاعتك بقى انت ممكن بكل سهوله العجينه تحطيها على نفس الصينيه دي. انا بحب ان انا احط لكل واحد في طاجن كده مع نفسه علشان ما نتشكلش، او نتشاكل. اسمها نتشاكل او نتخانق. انا عندي كلمه تتشاكل دي عشان انا من المنصوره اساسا، فاسمها تتشاكل يا جماعه. بس هي ممكن تتخانق عادي. قولوا بقى عندكم تقولوا عليها ايه؟ تتعارك برضو في الاسكندريه يقولوا ايه؟ نتعارك. فكل واحد بقى هو مع نفسه. فانا بعمل لكل واحد طاجن بتاعه، العيش بتاعه عليه وحقه منابه في الطاجن، وكل سنه وانتم طيبين. بس كده. هتفردي العيش بتاعك، مش رفيع، يكون في المعقول برضو، يعني تقريبا كده نص سنتي. بالنظر كده. انا قلت مثلا ايه هقطعه بالنظر مش بالسنتي، مش مهندسه ديكور انا ولا مهندسه علشان امشيها بالسنتي يا جماعه. يعني كده كده بالوايم زي ما انتم شايفين. واللي هيطلع زياده هقطعه انا بعدين. هنحط بقى على الطاجن بتاعنا ونمسكه من الجناب كده، واي حاجه زياده بالسكينه هتشيليها بسيطه خالص. وخلصنا الحلوة زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى، في ناس بيدهنوا وشها بيض، انا ضد هذا خالص. انا مبحبش يبقى في ريحه زفاره، مش بحبها. فهتعملي ايه؟ هتجيبي معلقتين من اللبن البودره، هتحطي عليهم شويه ميه صغيرين خالص لغايه ما يبقوا يدوكوا القوام اللي قدامكم ده، وادهني بوش العجينه. انا عايزه اقولك هتبقى احسن الف مره، ولونها هيبقى احسن الف مره من البيض. تمام. وبعد كده حطي حبه بركات، حطي سمسم، ما تحطيش خالص، براحتك يا ست الكل، حاجه ترجع لك. هناخد بقى الحلويات دي كلها ونحطها في الفرن على الرف اللي تحت خالص، ولا في الوسط ولا اي حاجه، على الفرن من تحت خالص. تمام كده تمام. وهنسيبها لغايه لما تستوي. اول ما تلاقي حروفها احمرت ولعي على طول الشوايه تاخد اللون الحلو. دي كانت دلوقتي جوه الفرن، بصوا حطها تحت خالص ازاي. وشوف بقى الحلويات، لون اللبن مديها لون حلو جدا جدا، وطعم خطير يا جماعه، مديها طعم حلو قوي برضو، وقرمشه لذيذه، وكانت طعمها مش عايزه اقول لكم يا جماعه كان طعمها حلو قوي قوي قوي. تعالوا بقى نفتحها مع بعض ونشوف جوه في ايه. جوه في يا جماعه ايه؟ ثروه. كان طعمها حلو قوي. هنفتحها بقى وتبتدوا ان انتوا تاكلوا وتدعوا لي يا جماعه. حلوه جدا في اي عزومه، هتشرفك جدا جدا لان طعمها خطير. بصوا حلو قوي قوي. تسلم ايدي يا جماعه. تسلم ايدي. طبعا لو انتي اول مره تشوفيني او اول مره تشوفي القناه يعني بتاعتي، اتمنى ان تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس. ويا ريت بقى لو بعتيلي اسمك في كومنت علشان ارحب بيكي زي ما ارحب النهارده برضو بمتابعاتي اللذيذات. نهى كمال وزينب وحاجه اسماعيل، بس ناسيها والله. ساميه اسماعيل. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلقات اكلنا. بحفظ الله ورعايته. مع السلامه.